ليه أغلب مؤسسي الشركات الناشئة في مصر من نفس الطبقة الاجتماعية ومن نفس الجامعة؟ هل دي صدفة؟ طب هو مش النجاح سبب الاجتهاد بس، ولا في حاجة احنا ما نعرفهاش، ولا الفقير مش مجتهد، ولا اللعبة والنظام متصممين لناس معينة انهم ينجحوا ويتفوقوا؟ خلينا نتكلم بواقعية. اغلب تمويلات الستارت ابس في مصر بتروح لناس معينة، بتروح لناس بعينهم، بتروح لناس متعلمة في جامعات خاصة وجامعات دولية. نسبة كبيرة من المؤسسين بيقدروا يتكلموا انجليش بطلاقة، اغلبهم عندهم القدرة على تحمل سنة واثنين وثلاثة بدون دخل ثابت، بدون ما يتأثروا. دي مش صدفة. الفانشر كابيتال بيثق اكتر في ناس، واعذروني الفيديو ده هتلاقي فيه مصطلحات انجليش كتير، بس انا هحاول اخد بالي واترجم كل كلمه بيقولها. الفينشر كابيتال اللي هو راس المال الاستثماري بيثق اكتر في ناس عندهم خلفيه تعليميه قويه، عندهم خلفيه استثماريه، متعلمين تعليم عالي، بيعرف يعمل بيتش او بمعنى صح بيعرف يعمل برزنتيشن قوي، عنده شبكه علاقات، واثق من نفسه، خلفيته شبه خلفيتهم، عنده خلفيه عن البيزنس والاستثمار. دي مش مؤامره، هو ده الطبيعي اللي بيحصل. شوف شركات كتيره زي سويفل، مؤسسه مصطفى قنديل خريج الاي او سي، باي موب مؤسسة اسلام شوقي، احمد الغندور الدحيح خريج الاي يو سي، احمد سمير مؤسس ايجيكولوجي خريج برضه الاي يو سي. ما تقنعنيش ان ده كله صدفه. هتلاقي المشترك ما بينهم كلهم انهم عندهم اكسبوجر عالي، تعرض عالي، شبكه علاقات قويه وواسعه، طبعا خلفيه تعليميه قويه. الجزء الاهم بقى اللي عايز اتكلم فيه ان الاي يو سي مش مجرد مكان تاخد منه شهاده وخلاص، لا، دي بيئه فيها نفوذ وفيها النخبه من المجتمع. ليه؟ لان دي بيئه فيها ناس اهلها بزنس اونرز، مستثمرين، كلابس وايفنتات عن رياده الاعمال، بيتشنج، برزنتيشن عن البيزنس من اول سنه، اكسبوجر عالمي. انت مش بس بتذاكر اكاونتنج وفاينانس، انت بتشوف ناس تفتح شركات فعلا على ارض الواقع قدام عينيك. لو عملنا مقارنه سريعه، مقارنه للاسف هتوجعك، ما بين طالب الاي او سي واي طالب تاني في اي جامعه حكوميه. طالب الاي او سي يذاكر بيزنس ورياده اعمال، عنده انترنشيب تدريب في شركه مالتي ناشونال، الفشل بالنسبه له مجرد تجربه مش مخاطره بكل راس ماله، يقدر يتحمل سنه واثنين واكتر بدون دخل ثابت، بيختلط بناس ويحتك بناس عندهم بيزنس ومستثمرين. اما بقى طالب الجامعه الحكوميه تركيزه كله على التفوق في الامتحانات ويجيب درجات عاليه عشان يدخل كليه قمه، بيحاول يعمل سي في، يمشي جنب الحيط، ما بيخاطرش، ما عندوش ثقافه المخاطره، ما عندوش ثقافه البيزنس والاستثمار. لو مشروعه فشل ده يبقى خطر، دي مخاطره بحياته كلها. الفرق عايز اقول مش في الذكاء ولا الاجتهاد، الفرق في البيئه هي اللي بتفرق ما بين حد ناجح هيبقى بيزنس مان وبين حد تاني هيبقى موظف. الفقير مش فقير عشان هو مش شاطر ولا عشان هو مش مجتهد، الفقير فقير لانه اتعلم يلعب اللعبه بطريقه مختلفه. وما اقدرش الومه بصراحه، انا ما اقدرش الوم، كلنا وقعنا في الفخ ده، كلنا ما تعرضناش لبيئات فيها النخبه، فيها النخبه من المجتمع، فيها الناس بتتكلم عن البيزنس والمشاريع ورياده الاعمال. فقير اتعلم يدور على الامان، لكن غيره اتعلم يدور على الفرصه. بس اسمعني كويس، انا مش بقول لك كده عشان اخليك تحس بالوجع والالم وتتحسر على نفسك. خليني اكون صريح معاك، انت هتضطر تبني بمميزات غيرك اتولد بيها، هو ده الحل الوحيد عشان تخرج من الدوامه اللي انت فيها. اولا تبني شبكه علاقات قويه مع ناس طموحين وعندهم نفس الاهداف، طموح والرؤيه العاليه بتاعتك، تتعلم كوميونيكيشن سكيلز قويه، تتعلم انجلش محترم، تتعلم ازاي تقدر تعرض البرزنتيشن بتاعك بيتش قوي قدام مستثمرين ورواد الاعمال، احضر ايفنتس وكلابس عن الستارت ابس، ايفنتس حقيقيه عن رياده الاعمال، علم بيزنس. حتى لو انت تخصصك اي مجال تاني، اشتغل مع ناس اعلى منك في النقطه دي بالذات. اما تشتغل مع ناس اعلى منك انت لازم يبقى عندك قيمه تقدمها لهم عشان يدخلوك في الكوميونتي بتاعتهم. هو الفرق انك هتبني مميزات غيرك اتولد بيها، انت تقدر تعمل كده. لو انت شايف ان النجاح بيكمن في البيئه مش في الذكاء والاجتهاد، اكتب لي كومنت. انا بالنسبه لي ده وجهه نظري، اكتب لي كومنت قول لي وجهه نظرك. ولو شايف ان حد ممكن يقدر يكسر القاعده دي، محتاج اسمع رايك في الكومنتات. وخلينا نتناقش. تتابعني عشان نشوف فيديوهات تانية كتيره الفتره الجايه. سلام.